تمرين عدد 1. أجب في كل مرة بصواب أو خطأ. الجدول المقابل يمثل جدول تناسب طردي. باش نقولوا صواب أو خطأ لازم نشوفوا كل مرة نحسبوا إجراج على إكس. احنا لهنا النتيجة باش تكون صواب لأن دونك توا باش نعطيو التعليل إجراج على إكس. دونك في كل مرة باش نحسبوا دونك عندنا 0.27 على 0.3 هي بيدها تساوي 2.25 على 2.5 هي بيدها تساوي 4.5 على 5 تساوي 0.9. دونك عامل تناسب لهنا هو 0.9 وبالتالي هذا الجدول هو يمثل جدول تناسب طردي. دونك نمر إلى السؤال الثاني. لهنا عندنا الرسم البياني المقابل، هل هو في وضعية تناسب طردي؟ الإجابة هي خطأ، خطر جدول التناسب الطردي الرسم البياني يخرج من صفر ويكون خط مستقيم. دونك ماناش في الحالة هذيك. نمر للسؤال الثالث. الرسم البياني المقابل يمثل وضعية تناسب. دونك نشوفوا لنا نقطتين من الرسم البياني نلقاو نحسبوا إجراج على إكس. دونك النقطة الأولى تمثل 1/2 والنقطة الثانية هي 2/4 يعني 1/2 وبالتالي صواب. به نمر توا للسؤال الرابع باش نشوفوا اسكو حجم المخروط يساوي بي سنتيمتر وكيوب. نشوفوا لنا أول حاجة باش نتفكروا مع بعضنا القاعدة كيفاش نلوجوا على حجم المخروط. دونك V تساوي P ضرب شعاع قوة 2 ضرب الارتفاع كلها قسمة 3 تساوي عندنا P الشعاع هو يمثل القطر قسمة 2 يعني 1 سنتيمتر في حالتنا هذه 1 سنتيمتر قسمة 1 سنتيمتر قوة 2 ضرب 3 سنتيمتر اللي هي تمثل الارتفاع كلها قسمة 3. دونك عندنا لهنا باش نختزلوا بالثلاثة تساوي بي ضرب 1 اللي هي بي وعندك سنتيمتر قوة 2 في سنتيمتر تعطينا سنتيمتر قوة 3. دونك الجواب هو صواب. شفنا مع بعضنا علاش صواب. السؤال الخامس. دونك الإجابة لهنا خطأ. عامل التكبير 2.5 مش معناها المساحة باش تضرب في 2.5. دونك لأن الإجابة هي خطأ. نمر للسؤال الأول من الهندسة باش نثبتوا إذا بي سي تساوي 27 إلى 3 إكس. دونك أول حاجة باش نتفكروا مع بعضنا محيط أ بي سي هو شنية؟ هو مجموع أضلاعه اللي هما أ بي مع بي سي مع سي أ يساوي 31 سنتيمتر. دونك احنا لهنا حاجتنا بي سي. دونك بي سي تساوي 31 سنتيمتر إلا بين قوسين أ بي مع سي أ. دونك بي سي تساوي 31 إلا 2 إكس مع إكس مع 4 تساوي 31 إلا 3 إكس إلا 4. 31 إلا 4 تعطينا 27. دونك النتيجة 27 إلا 3 إكس. نمر إلى السؤال الموالي. دونك لهنا باش نبينو اسكو إكس تحقق المعادلة نعم أم لا. دونك عندنا بي سي و أ سي متناسبين طرد مع 4 و3 يعني بي سي على 4 تساوي أ سي على 3 يعني بي سي ضرب 3 تساوي 4 ضرب أ سي. دونك لهنا باش نعوضوا كل بي سي بالعدد متاعها و أ سي كيف كيف بالعدد متاعها. دونك تولي 3 ضارب بين قوسين 27 إلا 3 إكس تساوي 4 بين قوسين إكس مع 4 اللي هي تمثل أ سي. دونك تساوي 3 ضرب 27 تعطينا 81 إلا 9 إكس يساوي 4 إكس مع 16. دونك السؤال الآخر هو باش نستنتجوا أبعاد المثلث أ بي سي. دونك لهنا عندنا معادلة اللي هي 81 إلا 9 إكس تساوي 4 إكس مع 16. دونك احنا أول حاجة لازمنا نطلعوا الإكس. دونك باش نلموا لي إكس مع بعضهم والآخرين مع بعضهم. دونك 81 إلا 16 تساوي 4 إكس مع 9 إكس. دونك 65 تساوي 13 إكس يعني إكس تساوي 65 على 13 تساوي 5.
توا نرجع للأبعاد A B و B C C A ونلوجوا على كل واحدة. دونك A B هي تمثل 2 إكس، يعني 2 في 5 سنتيمتر تساوي 10 سنتيمتر. A C هي تمثل إكس مع 4، دونك تولي 5 سنتيمتر مع 4 سنتيمتر تساوي 9 سنتيمتر. باهي، والأخرانية اللي هي بي سي تمثل 27 إلا 3 إكس، يعني 27 إلا 3 ضارب 5 سنتيمتر تساوي 27 إلا 15 تساوي 12 سنتيمتر. توا نمروا السؤال التمرين الثاني في الهندسة. دونك يمثل الرسم المقابل علبة على شكل اسطوانة دائرية. دونك احنا لهنا السؤال الأول هو أعبر بدلالة R عن ارتفاع الاسطوانة. دونك كما العادة نرجع نكتبو القاعدة. ارتفاع الاسطوانة هو شنية؟ عندنا لهنا 3 دوائر، 3 كرات لها نفس الشعاع. دونك لهنا الارتفاع هو يمثل 3 ضارب القطر متاع الدائرة. دونك بما أنه قطر الدائرة هو 2 آر، يعني ارتفاع الاسطوانة باش يكون 3 ضرب 2 آر تساوي 6 آر. 3 ضرب 2 آر 2 شعاع تساوي 6 آر. هكا كتبنا الارتفاع بدلالة آر. السؤال الثاني أعبر بدلالة R عن حجم الفراغ الموجود داخل الاسطوانة. دونك الاسطوانة هي منش متكونة من فراغ والكرات. دونك باش نلقاو الفراغ نكتبو حجم الاسطوانة هو يساوي حجم الفراغ مع حجم الكرات. دونك حجم الفراغ هو شنية؟ هو حجم الاسطوانة إلا حجم الكرات. نشوفو نبحثوا على حجم الاسطوانة، نبحثوا على حجم الكرات، بعد نطرحوهم من بعض. سهلة الحكاية. كلها بدلالة R، يعني أنا لهنا باش نكتب نلوج حجم الفراغ بدلالة R. دونك لأن حجم الفراغ يساوي حجم الاسطوانة إلا حجم الكرات. نرجع للسطر نبحث على حجم الاسطوانة. دونك نكتبو كما العادة، نفكر القاعدة مع بعضنا. حجم الاسطوانة هو P ضرب R ضرب P ضرب R قوة 2 ضرب H. دونك P في شعاع قوة 2 في الارتفاع تساوي، بما أن الارتفاع هو 6 R دونك الهاش باش نعوضوها ب6 R تساوي 6 P ضرب R قوة 3. هذايا حجم الاسطوانة. توا باش نزيدو نلوجو على حجم الكرات. دونك أنا هنا عندي الكرات عندهم نفس الحجم، يعني نبحث على حجم كرة واحدة ونضربه في 3. دونك باش تكون 3 ضارب، وعلى هنا باش نحطو الحجم متاع الكرات. دونك 4 بي ضرب شعاع قوة 3 على 3. لهنا باش نختزلو ب3 تساوي النتيجة 4 بي ار قوة 3. دونك احنا هكا لوجنا على حجم الاسطوانة ولوجنا على حجم الكرات. دونك توا اش مازال؟ توا احنا نفسخ باش نجم نجاوب على بقية السؤال اللي هي حجم الفراغ. دونك حجم الفراغ توا لهنا نكتب إذن وإلا أو يعني كما تحبوا أنتوما. أنا باش نكتب يعني لنا. دونك حجم الفراغ يساوي 6 بي ار أو كوب إلا 4 بي ار أو كوب. دونك النتيجة لهناش باش تعطينا 2 بي ار أو كوب اللي هي حجم الفراغ اللي في الاسطوانة. دونك السؤال الثالث، احسب حجم الفراغ إذا علمت أن R تساوي 2.
توا باش نلوجو على حجم الفراغ اللي احنا مازلنا يتحصلنا عليه في السؤال اللي قبل. دونك حجم الفراغ هو 2 بي ار قوة 3. دونك بما أن ار تساوي 2 نعوض ار قوة 3 ب2 قوة 3. دونك تساوي 8 في 2 اللي هي باش تعطينا 16 بي. وهكا نكونوا كملنا الإجابة على التمارين.